اللي كتساعد المنتخب المغربي لانه باش يعطي هذه هجمه مرتده. هذه صعبه، والهدف الاول يجي من هجمه مرتده. هدف في هذه الدقائق ما كيعنيش بانه شيء كثير ولا بانه عادي يكون مؤثر في اللقاء. فكنظن بان المنتخب المغربي عادي يعود في النتيجه، لان الطريقه ديال اللعب ديال المنتخب المغربي لان المنتخب يمكن يلقى الحلول. كره من الجهه اليمنى، محاوله ديال يوسف جواد، الحكم كيقول كره لصالح المنتخب الانغولي. كيرجع يوسف جواد كيتمكن من الكره ديالو، كينطلق من الجهه اليمنى يحاول يمارك الاصابه. كاين تدخل قوي في حق يوسف جواد، هو اصلا لاعب عائد من اصابه، وهناك بطاقه كيحصل عليها اللاعب الانغولي. التدخل ديالو، العوده ديال كل اللاعبين. اسماعيل كيتقدم، هذه محاوله رئيس فني، هدف ديال التعادل. ادريس رئيس فني بطريقه باش الهدف يوسف، طريقه رائعه لان قلت هذه الضربه ثابته ممكن تعطينا فرصه ثانيه حتى تسجيل، وعطاتنا لان الطريقه مخدومه بشكل كبير. هنا كيبان لك الاستعداد ديال المنتخب المغربي، هو موال على اساس انه حنا نشوفوا الاعاده. لاحظ معي هنا عطاه كره وكل يعني خلى له الثغره في كاين التمويه وكاين العمل ديال يوسف جواد وسفيان الشعراوي اللي موهوا بانهم هما اللي غادي ياخذوا كان التحرك ديال من اللاعبين اللي خويا هذا الشعراوي. طريقه جميله، كل حب، كل براعه، كيتمكن باش انه يوضع بصمه ديالو الخاصه. الشعراوي الوقت اللي كنت كتحدث على الانديه الوطنيه المغربيه والمتابعه الجماهيريه مع الجمهور، كيفاش انه كيساند، كيفاش انه كيعطي دفعه المعنويه للاعبين، كيفاش جا الهدف. الشعراوي كله مجهود فردي، هذا هشام مجهود فردي، وهذه فلسفه ديال الفريق الوطني، هو الضغط على الخصم. فشفنا الضغط على المتقدم. المنتخب الانغولي ما كيعطيناش بان المنتخب في الرتبه 46 بانه محاوله فرصه هدف بالطريقه. هدف ديال انس عيان اللي كيبان اليوم بانه اليوم متالق وكيعطينا هدف واحد جميل. فمازال غادي يجي، مازال غيجيو الاهداف ان شاء الله، لان الطريقه ديال اللعب ديال المغرب شفنا الثقه والهدوء ديال انس امام المرمى بطريقه رائعه. برعه انزل اسماعيل ادريس رئيس فني، حاول منتفع اليوم ينزل شعرا. هدف جميل رائع، بصمه خاصه الشعراوي يعني يجي باش يمر ليه باش يسجل. فهدف رائع شوف ادريس رئيس فني ما تسرعش التسليمه ديالو على الشعراوي، كيمنحوا الكره باش كتكون واجد 100% وتحاول ما تضيع حتى شي فرصه. كره عند الشعراوي كيلعب الكره ديالو، عمليه هجوميه، محاوله مغربيه. شعراوي يحلق عاليا اليوم بعلم المنتخب الوطني المغربي، يبدع ويقدم نفسه بصوره كبيره. والمنتخب الوطني المغربي 5-1. هشام، نهار المنتخب المغربي، نهار لانه في الجوله الاولى فكما سبق لي وقلت لك بلغه ديال الكره فهو تعذب دافع كثير في المنطقه ديالو. فالمنتخب المغربي حاول يبقى شاد التركيز